الناس دول اكتر ناس محظوظين على وجه الارض. شويه شباب طالعين رحله صيد مع بعض وبيبلبطوا في الميه، يبصوا حواليهم كده يلاقوا كونتينرات مفتوحه وعايمه على وش الميه، يجربوا منها يشوفوا ايه ده، لقيوها كونتينرات مليانه بساعات رولكس. ايوه زي ما بقول لك كده. تخيل الناس مش لاقيه ساعه ودول يلاقوا كونتينر مليان. محدش عارف اذا كانت الحاويات دي وقعت من السفن ولا السفن هي اللي رمتها. في ناس بتقول ان دي اصلا نسخ مقلده كانت جايه من الصين، والسفن حست ان هي تتمسك او كان في حد مبلغ عليهم فراح رماها في الميه. الغريب ان الشركات بتاعت رولكس وايفون ما طلعوش علقوا على الموضوع. هم ما اكدوش ولا نفوا، ما قالوش ان الحياة دي بتاعتنا ولا مجلد، هم كان الموضوع ما حصلش من الاساس بس الفيديوهات كتير ومنتشرة على النت وانا جبت لكم شوية منها. خليني في النهاية اقول لكم ان كل الفيديوهات دي معمولة بالذكاء الصناعي، ومفيش حد لقى حاويات عايمه على وش الميه. الحديد ما بيعومش على وش الميه يا جدعان. الاجانب بيستخدموا الذكاء الصناعي بيعملوا بيها حياه تجنن الكوكب، واحنا عندنا بنستخدمه ان هو يلبسنا بدل. تلاقي واحد لابس لي بوكسر على البحر ويقول لك يا جدعان لبسوني بدله لو سمحتوا، ويستخدموا له الذكاء الصناعي يلبسوه بدله. بدله اللي على البحر في جمصه يا ابن الهبله.